الكليه مش هي اللي بتحدد مصيرك. تعال احكي لك حكايات ناس ما دخلوش كليه احلامهم بس بقوا عظماء. ألبرت أينشتاين، تخيلوا ان هو ما اتقبلش في اول محاوله ليه انه يدخل معهد البوليتكنيك. ما كانش متفوق في مواد كتير، كانوا بيعتبروه طالب مش طبيعي، ومع ذلك بقى من اعظم علماء الفيزياء النظريه في التاريخ. توماس اديسون ما اتعلمش في كليه اصلا، وبمجرد ما بدا التعليم الرسمي اتوقف عنه بعد شهور قليله جدا. امه اللي علمته في البيت. توماس اديسون ده اللي اخترع المصباح الكهربائي وسجل اكتر من 1000 براءه اختراع. ستيف جوبز، ستيف راح كليه اسمها ريد بس سابها بعد 6 شهور بس. دخلش كليه مرموقه في مجال التكنولوجيا، مع ذلك اسس شركه ابل وغير وجه العالم حرفيا. احنا عندنا كمان نماذج لمبدعين وعلماء مصريين ما دخلوش كليه احلامهم. منهم فاروق الباز، كان بيتمنى يخش كليه الطب لكن ما جابش درجات تكفي فدخل كليه العلوم وتخصص في الجيولوجيا. صحيح مامته وباباه ما كانوش بيعرفوا يقروا ويكتبوا، لكنه اصبح من علماء الفضاء ومستشار لوكاله ناسا. مجدي يعقوب، طفولته كان نفسه يخش كليه الهندسه وخصوصا الميكانيكا، لكنه ما دخلش كليه الهندسه، ومع ذلك اصبح واحد من اشهر جراحين القلب في العالم. احمد زويل كان نفسه يخش الجامعه الامريكيه، كان نفسه يدرس تخصص معين لكن ما توفقش ودخل كليه العلوم في جامعه اسكندريه، وبدل ما تكون عقبه في طريقه اتخصص في الكيمياء وبرع فيها. خد جائزه نوبل في الكيمياء سنه 1999. الرساله اللي عايزه اقولها، مش شرط تدخل الكليه اللي بتحلم بيها عشان تحقق احلامك، المهم انك تشتغل على نفسك، تنمي مهاراتك وتخلي شغفك هو اللي بيوصلك للحته اللي انت عايزها.